من موروثنا الشعب بالعمارة اللي هي الأهازيج أو الهوسات. يا عيلتي ليك نلعب شاي يا عيلتي. إذا صار فرح وإذا صار حزن لازم يهوسون. فإذا مات شخص من عشيرة معينة لازم ناخذ لنا مجموعة من الرجال الأقوياء بعشيرتنا ويترأسهم واحد ببيرغ، وبراس هذا البيرغ يسمونها دنبوقة أو رمانة محطوط بها صدشم ويهزها هذا الشخص، وعلى أثر رنات هذه الدنبوقة وترانيم الشخص اللي يطلع هازيج نوصل الفكرة أنه إحنا وياكم قلبا وقالبا لأهل العزاء. وهذه لها قصة دنبوقة. اكو مرة كانت تعيش بمركز العمارة اسمها رمانة، وهذه رمانة كان شغلها الشاغل ايام ثورة العشرين اللي يجون مصابين من المعركة هي تداويهم. وبعد فترة تزوجت ابن عمها، وتالي ما تالي ابن عمها راح ويا الثوار حتى يقاتل القرقة الهنود والبريطانيين الانجليز اللي احنا كنا نسميهم. فانقتل، وصلها خبر انه زوجك انقتل، ثارت الرجلها وكان عندها خنجر خلته جوا العبايه ودخلت على جنود القرقه وقتلت من عندهم مقتله كلش هواي، طعنه ذبحه دتشه نسميها بالعماره، الى ان وصلت الفكره انه هي ثارت المن ويا العماريين وثارت حتى تاخذ بثار رجلها. لا اقول لك ولا تقول لي قتلوها الانجليز وعلقوا راسها وهي كانت لابسه شيله والشرغد مالتها كلش حلو. وصل الخبر لابوها انه بنتك رمانه الانجليز والقرقه قطعوا راسها وعلقوه بمكان عالي هي وشيلتها وشرغتها. فهو طلع ضايج لان كانت اعداد الثوار مو كلش هواي، لازم يطلعون باعداد غفيره حتى يفوزون على الانجليز والقرق. فهو ضاج حيل ضاج وطلع بوسط الجمع وقال يا عماره ما هزك رقبه رمانه شرغتها بيرغ واضح عنوانه. فجمع له مجموعه واتجهوا نحو الانجليز والقرقه وصارت معارك. واليومنا هذا سموا منطقه برمانه عندنا بالعماره باسم هاي المرة لان هي كانت ساكنه بهاي المنطقه وهي رمانه بنت صحين الفريجي.